الحوائج واستجابة الدعاء الثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم للثبات على ولاية أهل البيت عليه السلام والبراءة من أعدائهم. الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. على حب الصديقة الطاهرة أم أبيها وروحها التي بين جانبيه، مولاتي حجة الله على الأئمة، مولاتي الزهراء عليه السلام الرابعة بأعلى صلاتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، حبيب إله العالمين المصطفى أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم من الأولين والآخرين، واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء شيعتهم ومنكري فضائلهم والمشككين في عقائدهم من خلق آدم إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي يا مظلوم يا شهيد كربلاء. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد المقرع بالقضيب، السلام على الشفاء الذابلات، السلام على الجسوم العارضة، السلام على النساء الحارضة. يا سيدي صلى الله عليك وعلى جدك رسول الله وعلى أول المظلومين بك أمير المؤمنين. يقول أمير المؤمنين: أنا أول من يكتب بين يدي الرحمن للقرآن أو الخصوص. صلى الله عليك وعلى أمك الطاهرة مكسورة الأضلاع محمرة العين يا زهراء. صلى الله عليك وعلى أخيك المسلوم المسموم المظلوم أبي محمد الحسن. صلى الله عليك وعلى أخيك ساقي عطاشا كربلاء كافل زينب قطيع الكفين أبي الفضل العباس. بعد ما نسلم صلى الله عليك يا سيدي وعلى أختك أم المصائب زينب فخر المخدرات زينب. صلى الله عليك يا سيدي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب مظلوم عطشان سليم شهيد كربلاء. يا ليت
الحسين بابا مشرعة للوصول إلى الحسين، ما يراد لنا غير هو. معكم لا مع عدوكم ولا مع غيركم، نفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى مولاي، لو أن ذلك يحصل أتت ترجو بمدمعها الهمولي. هذه القصيدة على لسان زينب سلام الله عليها. أتت ترجو بمدمعها الهمولي رويدا حاملي نعش البتول. أريد ودعها انت ذلولي، ووحدي مع جنازتي اتركوني. ماذا تريدين يا سيدتي؟ وحدي دعوني مع نعش الأم وحدي، لكي أحكي لها آلامي ووجدي وأضع عند كسر ضلعي، عند كسر ضلعي خدي، وأرجوها لكي لا تتركيني. بعد يا زينب ايش تركي تحكي لنا؟ شو تقول يا زينب؟ تقول أمه أنا عزيزتك الصغيرة، أمه أنا عزيزتك الصغيرة يا عظيمة يا عظيمة، والله يا عظيمة تبث إليك شكواها الأليمة. أصدقا سأصبح من صغري يتيما، يا ليتها عميت عيوني. من سمع تتكلم هكذا كأني بالوصي أتى إليها، يا كوالدة الهوى يحنو عليها ومدامعه تصب في وجنتيها. نادت ولنا يا رحمتني. بعد شكلنا زينب تقول لها بابا لقد عاقبوها من غير جرم، فلماذا أشربوا أضلاع أمي؟ أبا ألبسوني ثوب يتمي، والله ألبسوني ثوب يتمي، تجرعت بعدها كأس المنون. قلها يما بعد صغيرة ورحت عني، والله رحت عني أنا يتيم أصبحت من صغر سني، والله المصايب والله تلازمني جني من بعدك يا يما من يمسح دموعي، يا والله بعدك يا يما من يمسح دموعي. بعد أن أخذ أمير المؤمنين الزهراء لكي يدفنها، وأخذ يتعاهد قبرها بقراءة القرآن، هومت عيناه قليلا فإذا بالزهراء تقول له يا علي لا أريدك بعد أن تأتي إلى قبري. لما يا فاطمة؟ أنت أوصيتيني بمعاهدة قبرك بقراءة القرآن. قلنا زينب وحدها في الدار استوحشت، والله تخاطب الدار. قلنا يناديني صدى البيت
والله ومسحي معصومك من لي دمعتي والله بس هليت النكرات عاشورك والله يما ظلت فكرت كل كتر بالدار يما هناك كنت هنا قعدتي والله هناك قعدتي مر بيا ولا تقطعي والله ومسحب معصومك مني دمعتي ما شاء الله زينب تستعشين يمك الحسن يمك الحسين يمك امير المؤمنين كيف بك بيوم عاشوراء لا ناصر ولا معين يقول والله انا ابوك يتم محيره وصفي بالايدي ما شاء الله والله لا عباس يبالي ولا بعد شنو يقول انا لما ارجع للمدينه طلعت من المدينه مهيوبه اخوتي حولي العباس علي الاكبر القاسم الحسين كيف بي ارجع الى المدينه وانا لم يعودوا يسموني زينب الهاشميه بل يسموني زينب المسميه تقول انا بها وجه طبت المدينه والله المدينه شقول الذي يقول حسين والله شقولان للي ناشد لي من الناس والله من الناس اخوك حسين وانا عباس والله قول حسين ضل جثه ملا ما شاء الله وعباس البطل قطعه يا والله عباس البطل قطعه إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا قال محمد أين منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في زيارتي مولاتنا الزهراء يا ممتحنة إن الله امتحنك قبل أن يخلقك ووجدك لمن امتحنك به صابرا حضر من وجودك الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. الاختبار ان الله عز وجل حتى عندما يبدا العباده وهذا مصطلح للامتحان الاختبار هو بيان حال الممتحن. يعني الان الطالب لما يمتحن في المدرسه حتى يستبين للاداره والمسؤولين يستبين مقدار مستواه عندما يجيب عندنا نظام يخرج بالدرجه. هذا الامتحان هو الكاشف عن مستوى هذا الطالب عندما يتعرض لهذا الاختبار. فالامتحان الالهي واحد قد يعترض يقول ان الله عز وجل عالم بكل شيء كيف لا يعلم حال العبد حتى يمتحن. يعني كيف يمتحن العبد؟ المفروض الله عز وجل هو يعلم في حاله. الله عز وجل الاختبار الالهي والامتحان الالهي من الله عز وجل ليس مثل هذا الامتحان عندنا في الدنيا لاستعلام الحال ولمعرفة المستوى ولمعرفة كيف يقيمون هذا الإنسان.
الاختبار الإلهي هناك عدة مستويات في الاختبار الإلهي وفي الامتحان الإلهي. يعني حتى إن الله عز وجل حتى الأنبياء حتى من أولي العزم تعرضوا للاختبار وتعرضوا للامتحان. فالله عز وجل في عالم، عم خطأ نقول ينكشف له، هو عالم بهذا الحال وهو عارف. لذلك عندما خلق آدم لما جادلته الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني إذن الله عز وجل يعلم هذا الحال ويعلم هذا المستوى لهذا الذي يخلقه، لهذا المخلوق اللي يخلقه. ولهذا الله عز وجل من هذا الخلق عندما يمتحن ويختبر الخلق، بل وحتى الأنبياء امتحنوا. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى الطائف ورموه بالحجارة وسالت الدماء، ينظر يرفع يديه إلى السماء يقول له إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. يعني هذا الله عز وجل يعرف مدى صبر نبيه، يعرف حدود صبر نبيه، يعرف إمكانية نبيه، لكن مع ذلك يعرض للاختبار. الله عز وجل مع علمه بمستوى عبده، مع علمه بواقع عبده، يعرض عبده علما للاختبار. لكن الله يعلم، الله عز وجل يعلم بحدود هذا الاختبار. إن الله لا يكلف نفسا إلا شنو؟ أنا أحب الشاكون يعني إلا وسعها. هنا حتى إلا وسعها البعض قد يفهمها خطأ. مثلا يجي مثلا في شهر رمضان أنا تعبان ما أصوم، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني أن الله لو لم يعلم أن بوسعك الصيام ما فرض عليك الصيام. لو أن الله يعلم، لولا أنه يعلم أن بوسعك الصلاة 5 فروض في اليوم ما فرض عليك هذه الصلاة. لولا أنه يعلم أن بوسعك أن تغض طرفك مثلا، أن يكون عندك ورع عن الحرام، عن أكل الحرام، عن الشبهات، ما أمرك بتجنبها. هذا المقصود من أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني الله عز وجل يعرف قابلية هذا العبد ويعرف استعداد هذا العبد ويعرف كم يتحمل هذا العبد. ولهذا جعل هناك الله عز وجل حتى في فرض العبادات جعل هناك شيء للحالات الخاصة استثناء. فمن كان منكم مثلا في الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يستثني مثلا في هذه الحالة. إذن الله هو العالم بحال العبد وهو الخبير بحال العبد، لكن مع ذلك شنو؟ يمتحنه يبتليه. الله عز وجل هو القائل خلقنا لكم الموت والحياة، هو الذي خلق الموت والحياة شنو؟ علما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل هذا يريد يبتلي هذا الإنسان، يعرضه للاختبار والامتحان. لكن هنا الزهراء عليه السلام هذا الامتحان وين كان؟ قبل أن يخلقك يا ممتحنة، إن الله امتحنك قبل أن يخلقك. ولهذا احنا مرات لما نتناول مواضيع مثلا جابر يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله ما أول ما خلق الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا جابر إن أول ما خلق الله نور نبيك ومنه خلق كل خير أو كل شيء. أول ما خلق الله نور، أول ما خلق الله نور، يعني لم يخلق قبل نور النبي. أول بدليل هذا أول ما خلق الله نور نبيك. إذن هنا الله عز وجل حتى يصدق علينا هذا، حتى نتأمل حتى في حديث الكسار
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسئلنا إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. هذا في حديث الكساء يعني واضح، إلا لأجل يعني هذا الخلق كله إلنا لأجل، يعني ذولا الخمسة شنو يكونوا ذولا الخمسة؟ يعني علة الإيجاد لكل هذا الخلق من الأولين والآخرين، من كل الأفلاك، كل السماء، كل الأراضين. الله يقول حديث الكساء واحد هذا في شك، حتى الذولا اللي هالأيام يتفلسفون ويضحكون بأهل البيت هم ما يقدرون يشككون حديث الكساء، ما يقدرون. بس هم ما يقدرون ليش؟ والله لو راوينا بس الشيعة كافر شو تفلش، بس لأن ذاكرين الجماعة، لأن صاير عندك نقص كل شيء نذكر هناك يعني صحتنا، يعني صار شنو علامات صحة رواياتنا تكون مذكورة عند الطرف الآخر، أي حتى يصير صحيح. فما حد يقدر، هذا حديث الكساء، خلقتهم إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، يعني هؤلاء الخمسة شنو هم؟ دول علة الكون، علة الإيجاد، علة الخلق. دول الخمسة علة خلقتي أنا وياك، أنا انخلقت من دول علة خلقي، دول الخمسة هم علة وجودي، علة خلقي، علة هاي الحياة بنص حديث الكساء. زين، فإذا الزهراء عليه السلام قبل أن يخلقها الله عز وجل، رسول الله ماذا يقول؟ يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك. فإذا ما هو محور الزهراء سلام الله عليها. هسه واحد يقول ليش الزهراء؟ يعني ليش الزهراء بالذات؟ وهم ارجع لحديث الكساء، شوفوا شلون في حديث الكساء تكون الزهراء محورا. شو يقول حديث الكساء لما يصلي؟ يقول له يا ربي ومن تحت الكساء؟ جبرائيل يسأل يا ربي ومن تحت الكساء؟ شنو يجي النداء؟ هم من هم؟ أحسن، من هو أول واحد؟ الله. هم فاطمة وأبيها وبعلها. من هم؟ فاطمة المركز المحور، فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، دول اللي تحت الكساء. ليش بدأ بفاطمة؟ هم فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. لهذا السؤال يقول ليش فاطمة؟ ليش فاطمة؟ فاطمة امرأة، يعني ليش لها هذا الدور؟ الله عز وجل هيأ كثير من رسالات السماء على يد نساء، مثل مريم. مريم في ولادتها شنو لما عمران يبشر بمولود وتجي انثى، شو تقول له؟ تقول له ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، مولود، بدليل عمران ما رزق بولد، بدليل انه لما ولدت زوجته كان عمران ما موجود، ميت، بدليل قالت اني وضعتها انثى، يعني ماكو احتمال ان تضع ذكر من بعده، اذا ماكو احتمال ان تضع ذكر من بعده يعني شنو زوجها وين؟ ما موجود، فتقول له ربي اني وضعتها انثى، لكن هاي الانثى الله شريك منها، من هي يريد ان يخرج هذا النبي الموعود، هذا المسيح عيسى سلام الله عليه. فهو لما يقول له راح ارزقك بمولود، مو بالضروره بالمباشر بمولود، مو بالضروره كانه من بنتك، هذا المولود من ابنتك، ولهذا تقول له ربي اني وضعتها انثى. لما وضعت مريم، بعدين مريم شنو؟ منو كفلها؟ وكفلها من هو؟ زكريا. زين، هاي الكفالة وين اجت؟ مريم كفالتها وين اجت؟ اجت على يد زكريا، كفلها زكريا. ولهذا شوف موضوع الكفالة يتناول القرآن يعني تناول جدا لطيف. وحتى لو ترجعون للتاريخ شوف مثلا الله عز وجل ما يخلي واحد انه ينوضع بيد غير امينه. حتى موسى عندما وضع بيد فرعون مو هو اللي كفل فرعون، كفله يعني من باب الماده، يعني المعنويه. منو كفل؟ فظل بكفاله امه، رجع الامه هي اللي ترضعه. وكفاله ايضا منو كانت تهتم به؟
امرأة فرعون يا هي آسيا بنت مزاحم اللي الله يضرب بها مثل. من يضرب بها مثل؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. يضرب بها مثل للذين آمنوا. الله من هي؟ امرأة فرعون. هل اللي كانت تخفي إيمانها تقول له ربي ابن لي عندك بيت في الجنة، مو في الجنة. أهم بها نقطة نظرية، مو في الجنة، ابن لي بيتا عندك في الجنة. إذن الكفالة موضوع مهم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل مشيئة الله لمن أعطى كفالته. لمن أعطاه الكفالة؟ أعطاها لأبي طالب. إذن من هو أبو طالب؟ مو موضوعنا أبو طالب، لكن واحد يتأمل من هو أبو طالب، حتى إن الله عز وجل يوكل كفالة خاتم الأنبياء سيد الخلق أجمعين، علة الخلق، علة الإيجاد، أشرف المخلوقات، كفالة تكون على يد أبي طالب. إذن من هو أبي طالب؟ من هو أبي طالب؟ بشأن أبي طالب كان أبي طالب لا ينام في الليل، حراسات جعفر وأمير المؤمنين، حراسات يتناوبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في أبي طالب من المواصفات، بكونه رجل رباني، بكونه مؤمن من الصالحين وإلى آخره. إنه مو موضوعنا أبو طالب. أنتم الريد يوشك ما وراكم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنهم. عاليان المكان كبير، لو أنتم صلواتكم شوية بقاه يعني ما شاء الله. إذن الزهراء عليه السلام عندما يقول لها الله عز وجل، عندما في الزيارة، عندما المعصوم يزور يا ممتحنة إن الله امتحنك. ليش؟ لأن هي اللي راح تحمل هذه الرسالة العظيمة. شلون تحمل هذه الرسالة؟ يعني أولا شوف قصارى جهد الأنبياء. الله عز وجل شو يقول؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم شنو؟ أئمة ونجعلهم الوارثين، تلك الأرض يرثها عبادي. أحسنتم. إذن هناك وعد من الله عز وجل. شنو هذا الوعد؟ بإقامة دولة العدل الإلهية. هذا وعد، والله لا يخلف وعده. الله يخلف وعده؟ لا، وعد من الله بإقامة دولة العدل الإلهية. الآن هاي دولة العدل قامت، أكو هسه دولة العدل الإلهية بعده على يد مولانا صاحب العصر والزمان. إن شاء الله نسأل الله تعجيل الفرج وأن يرزقنا أن نكون من خدامه. فإذا الزهراء عليه السلام هي الوعاء الذي، هذا سبب من الأسباب، يعني مو خلاصة فضيلة الزهراء مكانتها هي الوعاء، لا بس هذا يعني ما يسعنا الحديث، ناخذ يعني جانب واحد. فإذا الزهراء عليه السلام منها يكون ذاك الإمام الذي تقام على يديه دولة العدل الإلهية. أنت شوية منتبه شنو جاي أقصد، يعني وين جاي أركز؟ منتبه شوية. الزهراء عليه السلام اختارها الله على أن ولدها هو الذي على يديه ينفذ وعده الله عز وجل ووعده الحق. يعني لو كان لرسول الله أولاد مثلا، أولاد ماكو زهراء، لو كان لرسول الله أولاد كانوا هؤلاء هم الأئمة أولاد علي مثلا. فإذا لابد أن تكون الزهراء. ولهذا عندنا حديث هسه ما أدري كم واحد يتفلسف سند ومتن، بس هو موجود: يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة شنو؟ ما خلقتكما. مو لأن فاطمة أفضل من رسول الله، لا حاشا، احنا ما نقول هذا الكلام. رسول الله أفضل الخلق أجمعين من الأولين والآخرين. هذه النقطة راس سطر بعد ما نحكي بها، هذه من الواضحات. لكن هذا الدور
اللي يقوم في رسول الله واللي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يعني هاي الأنبياء إيش قد عانوا، هذا اللي انذب بالنار، اللي انبلع بالحوت، اللي قصوا راسه بمشار، اللي طوردوا، اللي هجروا، اللي عذبوا، لكن رسول الله شو يقول؟ ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. رسول الله قوله حق، يعني هاي أذية الأنبياء لا شيء بالنسبة إلى أذيتي، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إذن هذا الخلاصة وهذه المعاناة خلاصة أذية الأنبياء، وهذه المعاناة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو يعني؟ خلص هذا هو بيت الحجة على الناس، يعني خلص الإسلام انتشر عند المعمورة. وفاة رسول الله منو كانوا مسلمين؟ بس مكة والمدينة، أكو غيرهم؟ أكو غيرهم؟ يعني هاي الطائف وشيء بالجزيرة العربية. الله بعث الأنبياء لأجل هاي البقعة بس فقط يدخلون الإسلام، يعني بس دول يعني يصيرون أوادم، يعني الحمد لله أكثرهم مو أوادم، الحمد لله، يعني ما أدري آذوا النبي، حاربوا، قاتلوه في نفسه وفي ذريته، لكن هناك وعد إلهي بإقامة دولة العدل الإلهي. وينها دولة العدل الإلهي؟ أقيمت بعد رسول الله، وينها؟ إذا ما من الحكمة، الله عز وجل حكيم، يجب أن يكون بعد رسول الله فتواصل بعد رسول الله وزبدة. الله حكيم ما يخلي بناء يقف في وسطه، يعني إنه لولاك يا أحمد ما خلقت الأفلاك، أنت علة القلب كما قلنا، ولولا علي ما خلقتك، من باب إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من يقول رسول الله قاتل على التنزيل وأنا أقاتل شنو؟ على التأويل. يعني لابد من امتداد، لابد من إمامة تحفظ منهج الإسلام، تحفظ منهج القرآن. الله عز وجل يخاطب رسول الله إنما أنت منذر لست عليهم بمسيطر، تشوفك منذر. في آية أخرى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، علي هو الهاد، هو يعني الرواية كلها حتى المخالف يقول من نزلت هذه الآية ضرب على كتف علي قال يا علي أنا المنذر وأنت الهاد، أنت هادي هذه الأمة. فإذا لابد من تتمة، إذا ما تتمة ليش أخلق المقدمة؟ زين، هذه المقدمة والتتمة للمقدمة لابد من وعاء يجمعهم، يجمع النبوة والإمامة. من هذا الوعاء؟ من هذا الوعاء غير الزهراء سلام الله عليها؟ ولهذا الزهراء عليه السلام، أنا ترى ما أشوف الساعة فأشروا لي إذا طولت، يعني والله ظالم عليها غلوبي. فالزهراء عليه السلام كانت هذه واحدة من ميزاتها، واحدة من ميزات فاطمة، إنها الوعاء الذي ربط بين النبوة والإمامة، ولا سيما هو الوعاء. الزهراء هي الوعاء لذاك الشخص الذي تتطلع إليه أنظار كل الأديان وتنتظره كل الأديان باختلاف مسمياتهم له واعتقاداتهم به. ذلك الشخص الذي على يديه تقام دولة العدل الإلهي التي وعدنا الله بها، تلك الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث. إذن الله عز وجل من هذا المنطلق كما ورد في الزيارة أن الله امتحنك فوجدك لما امتحنك به صار. بهذا ترى حتى خلقة الزهراء فيها خصوصية، حتى خلقة الزهراء شنو؟ لها خصوصية. أنا قبل شهر هذا موضوع ذكرته في بروكسي، لذا كانوا حاضرين الأخوة، تناولت من خصوصيات الزهراء عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابنتي فاطمة حوراء إنسية. حوراء شنو؟ إنسية، من ولادتها سلام الله عليها. شوفوا، اجى جبرائيل امر رسول الله ان يعتزل خديجه 40 يوم. بالمناسبه انا ما اريد اطول، شوفوا خديجه شنو من وعاء كانت،
شنو من وعاء كانت؟ المن كفلت من؟ خديجة. أي وعاء خديجة؟ احنا ما حكينا هواي على وعية. أي وعاء خرج منه أبو الفضل العباس؟ أي وعاء، ما حكينا على وعية، هذا موضوع مستقل. فإذا أمره باعتزال خديجة حتى بعد 40 يوما انزل له الثمر من الجنة. قال أمره بتناول هذا التمر وأمر بمضاجعة خديجة. وفي تلك اللحظة انعقدت نطفة فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا هالحديث يعني ما وقفتها هواي، يعني إن شاء الله أنتم من أصحاب الثقافة الولائية. يعني احنا لما نروح لجماعة الأربطة والقوط نحكي غير حكي، تعال تجيب له السند وتجيب له الصفحة، لازم يعني يسوي لك تحقيق وانتهى الموضوع. هذول يعني احنا باعتباركم ملايين هاي الأمور مرة عليكم، وهي هاي قضايا موجودة في مصادر حتى المخالفين المسلمات. فانعقدت نطفة فاطمة سلام الله عليها. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول إني كلما اشتقت إلى الجنة شممت منه ابنتي فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. يعني بها ريح الجنة، وهذا موضوع الريح أيضا موضوع تكلمنا فيه في مكان آخر، لا بأس نمر فيه على السريع. ناخذ ريح للأنبياء، ريح للأئمة، ريح خاص فيهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لرسول الله يقول ريح الأنبياء الأنبياء السفرجل، والملائكة الورد، وحور العين الآس، وريح ابنتي فاطمة السفرجل والورد والآس. ولهذا يعقوب ماذا يقول في القرآن هاي؟ لما صرنا العير شو يقول يعقوب؟ إني أشم شنو؟ ريح يوسف. إذا يوسف له ريح خاص. قميص يوسف لما بعثه شاف هذا قميص، بس القميص ما قال اخذوا القميص. هذا غير موضوع. زين. فكل شيء ريح. في حديث الكساء ذكرناه، من يدخل الحسن سلام الله عليه والحسين شو يقولوا لهم؟ أمات شنو هاي انتم احكوا شنو؟ اني اشم عندك رائحة كأنها. اذا حتى رسول الله الى رائحة رسول الله. هذه الملائكة الصاعدة والنازلة على الرواية، هذا فوج الملائكة النازل من السماء يخاطب هذا الفوج الصاعد، يقول لهم ما لنا نشم فيكم ريحا لم نشمها من قبل. مو ريح علي طلعت هاي، ريح من؟ يقول كنا في مجلس يذكر فيه فضائل علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهذا ذكر علي عباده، يقول رسول الله ذكره عباده. شوف الملائكة شنو من ريح تحمل؟ ريح من؟ ريح ما اللي يذكر فيه فضائل علي. ولهذا حتى محبي وشيعة فاطمة لهم ريح خاص، لهم ريح خاص، لهم ريح. ولهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أيضا مروي عن أمير المؤمنين شفته، يقول إحنا شنو ريحنا؟ شنو نتعطر؟ شنو؟ يقول تعطروا بالاستغفار حتى لا تفضحكم روائح ذنوبكم. بمن تتعطر؟ بالاستغفار حتى لا تفضحكم روائح الذنوب. زين. الاستغفار يفيد. هنا يجي دور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يقول رسول الله؟ يقول من لم يجد به ما يكفر به من ذنوبه شو يسوي؟ فليكثر من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنهم. فليكثر
الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. هذا لا حد يمل لما يصعد خطيب ويكثر صلوا على الصلاة. من ميزة مال الصلاة، من فضل لما بطلتوا هاي الصلاة، ومع ذلك مش قد فضل الصلاة عظيمة، لعن أعداء أهل البيت أعظم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. لما يتشخص إلى الإمام الصادق بأبي وأمه يهدي له قميصين، يقول له يا مولاي أنا خضت هذا القميص خيرته وكنت أصلي على محمد وآل محمد وأنا خيرته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. وهذا القميص خيرته وكنت ألعن أعداءكم، ألعن أعداء، فأيهما تختار؟ الإمام الصادق أخذ القميص اللي لما من كان يخيطه يلعن أعداء محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. من هنا الله عز وجل لما في حديث الكساء يسأل يا ربي ومن تحت الكساء؟ يقول لهم فاطمة وأبوها، لأن فاطمة هي المحور في مركز أو في منظومة أهل الكساء، وهي المحور في هذا الكون، لأنها كما ذكرنا حتى لا يكون عندنا تكرار. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ما حد تأذب كثري، لكن شنو راد أجر؟ شوف الأنبياء كلهم شنو يأذون أجر الأنبياء؟ كل الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، أجري إلا على رب العالمين، مو هذا لسان حال. لكن رسول الله شنو يقول؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن المودة في القربى، المودة في القربى، هذا الأجر. لكن أي مودة رأتها الزهراء عليه السلام، أي مودة رأتها من هؤلاء الظالمين، أي مودة رأتها منذ أن أغمض عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرى ما جرى على الزهراء. يجي واحد يشكي يقول عند الزهراء ليش تطلع هي تحتج؟ وعلي بن أبي طالب وكأنه النساء ما من حق الاحتجاج. شوف مريم فأتت إلى قومها، مو من جابت عيسى، جايبته من غير قومها راحوا لها، هي اجت شو ما يصير يعني مريم تجيهم وهي أم نبي. أم موسى لما تقول لأخت موسى قصيه، روح تقصي أخباره. أنت ايش تتصور هاي أخت موسى شنو؟ قبل راحت البيت فرعون ايش قد سئلت، يلا وصلت، وش قد بذلت جهد، يلا وصلت للقصر، وصلت للقصر ايش قد تبذل جهد، يلا تدخل للقصر. قصر فرعون شنو يعني عبالك شنو؟ اي واحد يجي يطبه يعني؟ قصر ملكي يعني؟ لا ايش قد بذلت جهد، ايش قد بحاجتك، ايش قد جادلت، ايش قد تكلمت حتى اقنعتهم بوجود مرضعه لموسى اللي هي امه الحقيقيه. إذا من قال إن المرأة لا تستطيع أن تخرج وتحتج؟ ولهذا ترى الزهراء عليه السلام بكل شجاعة تخطب تلك الخطبة الفدكية. شنو أنتم؟ شنو قيمتكم؟ كنتم أذلة خاسئين يتخطفكم الناس حتى أنقذكم الله بنبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أنقذكم الله برسول الله. لكن هذه المؤامرة كانت تحاك من قبل وفاة رسول الله، ولا نريد أن نستغرق حتى ما نطول، لأن هناك
كثير من العوامل، محاولات الاغتيال التي جرت على يد هؤلاء لرسول الله، هل كانوا متوثبين لينقضوا على بيت النبوة بعد رسول الله؟ مو هذا الشاعر ماذا يقول؟ الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقى البلا تكفيني. بعد رسول الله حتى ما مشفل راحوا يعقدون مؤامرتهم وتوثبوا لظلم أهل البيت عليه السلام. مجرد أغمض عيني رسول الله يوصي أمير المؤمنين: إن هذه ابنتي فاطمة وديعة عندك، يقول لها: واعلم أنها ستغلى، ألا لعنة الله على من يظلمها وأنا خصيم لهم يوم القيامة. هذه كلها. ولكن هؤلاء الناس ما رعوا حق رسول الله، بل ما رعوا حق فاطمة وهم يعلمون. لما يدخل هذا الأول والثاني يجون يبدون يحجون ويا فاطمة، يجون الأمير المؤمنين يطلب الرخصة من فاطمة، قل البيت بيتك وإلى آخر. ما بدأ يستغرب، يقولوا لها: أنت ابنة حبيبنا رسول الله، ماكو أحب إلك من عندنا. ومن هالكلام يقول لهم: ناشدتكم الله إن سألتكم بقول هل تصدقوني؟ قالوا: نعم. قالت لهم: هل سمعتم أبي رسول الله يقول فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني؟ قالوا: نعم نشهد أننا سمعنا. رفعت يديها إلى السماء قالت: اللهم اشهد إنهما آذياني وأسخطاني وسوف ألقاك وأنا غاضبة عليهما. إذا دول المجرمين هذا اللي فعلوه للزهراء عليه السلام، ولم يكتفوا بذلك بل هجموا على ذاك الدار التي كانت الملائكة تقبل أعتابها. كان جبرائيل يستأذن للدخول إليه، رسول الله يستأذن. زهراء شو تقول له؟ أبا، البيت بيتك والحرة ابنتك. شو يقولها؟ إن الله أمرني أن أستأذن. الله أمرني أن أستأذن. الله أمرني أستأذن أدخل لهذا الدار. رسول الله بنته ورجلها من عمها يستأذن: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي. أقول: هل أبقوا لهذا البيت من حرمة؟ عندما يأتي ذلك الصعلوك تقول له: يا ابن الخطاب أمحرق علي داري؟ أقول لها: أي الله وإني لفاعل. شوف الأولى، شوف الاستخفاف. هذا دليل على أنهم دول ما أسلموا ولا آمنوا ولا دخل الإيمان في قلوبهم. هناك حديث عن المتن يقول: هما كافران وإلى آخره، مو موضوعنا. لكن شوفوا الاستهتار، يقولون: إن في الدار فاطمة. يقول: وإن فاطمة بكل ما تعني كلمة فاطمة، كل وجود فاطمة، كل عظمة فاطمة. يقولوا له بالدار فاطمة، يقول: وإن. يعني جد مستهتر هذا بهذا البيت، بمنزلة فاطمة، بعظمة فاطمة، بشأن فاطمة، بمقام فاطمة. وهو القائل يقول: عندما دفعت الباب يقول رأيت كف فاطمة، يعني حسب اختلاف التعابير في الروايات، رأيت يقول فرق قلبي. والله همزي يقول شوية رق قلبي، لكني تذكرت مواقف علي في بدر وحنين فعصرتها. حقد ثار. تذكرت مواقف علي في بدر وحنين فعصرتها. الزهراء علي طلب من رسول الله عندما أوصاه بأن يصبر، قال له: يا رسول الله إذا ضربت الزهراء لا تنادي يا علي، ما أتحمل أسمع هذا النداء، لا تنادي يا علي. لهذا عندما عصرت الزهراء سلام الله عليها ماذا نادت؟ نادت: إلي يا فضة سندي، إلي يا فضة سنديني فقد وربي أسقطوا جني وأسقطوا بنت الهدى وحزنا
ذاك المسمى محسنا الزهراء عليه السلام خرجت خلف أمير المؤمنين عندما اغتالوه وأوثقوه. أمير المؤمنين قال لسلمان: يا سلمان، ارجع إلى فاطمة وارجعها إلى الدار وقل لها إن الله أرسلك رحمة للعالمين، فلا تكوني سببا في نزول البلاء عليهم. لأن الزهراء لو رفعت رأسها إلى السماء ودعت لساخت هذه الأرض. رجع سلمان: يا فاطمة، إن أمير المؤمنين يقول لك ارجعي إلى البيت. قل سلمان: ضربوني صبرت، ظلموني صبرت، لكن لا صبر على ابن عمي. رجع انظر إليها لعنه الله، أمرها بالرجوع فلم ترجع. يا مؤمنين معذرة يا صاحب الزمان. ضربها بكفه على وجهها واحمرت عينها. التفتت إلى جهة قبر رسول الله. قل له: بويا بويا بويا، عمر على عبده وضربني، والله ضربني والضرب تلقى أعذب لي يا بويا. ومن الناس ما واحد حشمني، اي والله ولا انكسر قلبه ولا رحمني، يا ولا انكسر قلبه ولا رحم. عندما دنت وفاة الزهراء ساعة وفاتها قالت لأسماء: يا أسماء، إني داخلة إلى حجرتي لأعبد الله وأقرأ القرآن، فإن أنا سكت فاعلمي إني ميت. دخلت الزهراء وبعد فترة سكتت. دخلت عليها أسماء ووجدتها ميتة. جاء الحسن والحسين: أسماء، أين أمنا؟ قالت: أضع لكم الطعام. قالوا لها: من أين علمت أننا نأكل بدون أمنا فاطمة؟ أسرعوا إلى حجرتها، رموا أنفسهم على صدرها. الحسن يقول: أماه كلميني. الحسين يقول: فداك نفسي يا حسين. يقول: لا الله، أنا عزيزك الحسين، كلميني. سمع أمير المؤمنين. جاء أمير المؤمنين، بالرواية يقولون أمير المؤمنين البطل، أمير المؤمنين 3 مرات يسقط، ينهض، يسقط، وهو يقول: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع زفرات. لا أبكي وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. أمير المؤمنين جاي للزهراء، أخذ يغسل الزهراء سلام الله عليها، وهناك أخذ ركنا من أركان الحجرة وضع رأسه بين ركبتيه. يقولون له: يا مولانا، تأمرنا بالصبر وأنتم تجزعون. يقول: ما على الزهراء من صبر. لا والله ما على الزهراء من صبر. وجدت ضلعان من أضلاعها مكسورة. هناك الحسن والحسين كانا خلف الستار، والله والنوم بالمغيس الفرد هذا يدخلون والعلوم بعد أن غسلها أمير المؤمنين. والله والنوم بالمغيس الفرد فرد صاح يا فقد
تسلمها وتسلم أبو أمير المؤمنين تبكي على ضلع الزهراء. قل له ضلع واحد يا علي وهالحالة جاب له عصير شو تسوي؟ الإمام الحج سيد حيدر الحلبي بيكتب هذه القصيدة. الإمام الحج عند الله شو يقول؟ يقول خيل العدا طحنت ضلوعه مو كسرتها. لا طحن شلون كسرت ضلوع الحسين؟ يقول طحنت ضلوعه. ليش؟ يقول لأنه أصبح ملعبا ميدان لملعب الخيول. جسم الحسين بأبي وأمي هاي الخيول بحوافرها تدوس وتضاع. ولهذا ما يقول كسرت، يقول خيل العدا فيها طحنت ضلوعه. قل له ضلع واحد يا علي وهالحال ما شاء الله. ماكو حياء امام الحسين، ماكو هيبه. اللعيبه يدور ماكو حياء امام الحسين. هليان اللي يبكي على الحسين، هليان اللي يصرخ على الحسين. والله ضلع واحد يا علي وهالحال والله هالحالات جاب له عصير شو تسوي؟ والله يا علي وبكربلاء مو بس ظلام. والله بكربلاء مو بس ضلوع ظلت يا علي تويلك. والله تويلك يا ذروة زينب سلام الله عليها والزهراء. حتى في ذلك الوقت لم تنسى الحسين. عندما برز الحسين قدمت له زينب جواد المنية. قالت له عندما امتضى جواده وانطلق قالت له خير العرجة ما الخبر يا زينب؟ قالت له انزل من على ظهر جوادك. نزل. قالت له افتح اكشف لي عن موضع صدرك ونحرك. كشف لها الحسين قبلته في صدره شمته في نحره. قال اخي ما الخبر؟ التفتت الى جهة المدينة قالت أديت الأمانة واسترجعت الوديعة. أي أمانة أي وديعة؟ قالت له أمي عندما دنت الوفاة منها قالت إذا وجدت أخيك الحسين وحيدا فريدا في كربلاء شمي في نحره قبليه في صدره. انطلق الحسين إلى المعركة. زينب بقيت وحيدة. اتجهت أيضا إلى الزهراء. قلها وينك يا أم حسن يا أمي تعالي والله تعالي شوفي كربلاء سوت الحال. والله بحالي أنا من بعد عزي ودلالي أشوف إخوتي مذبح أقبال. والله يا هضمتي ويا هضم أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء. الزهراء ماذا عن لسان الزهراء في كربلاء؟ قلها مو بعيدة والله مو بعيدة. أنا يمك يا زينب مو بعيدة والله مو بعيدة. أنا شفت حسين من حزة وريد. والله أنا ثلاث أيام أنا ساكنة البيدة. شو تسوي في الحسن؟ تقول نوب انهض وادور
يزار مقامها يا الله. بفاطمة توجه، بفاطمة. شهد الله ما أعرف الوقت، سامحوني إذا طولت، والله ما أشوف الساعة هنا. يا الله يا الله يا الله. الدعاء سنتم مخ العبادة، الدعاء زبدة المجلس الدعاء. اعلموا أن أبواب السماء مفتحة لمن يجلس في هكذا مجالس، الملائكة تسمعكم. يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة بنت محمد، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي 3 مرات يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. إلهي وسيدي ومولاي، نقسم عليك ببضعة حبيبك المصطفى 10 مرات بفاطمة 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 بفاطمة. أخبركم فاطمة إن شاء الله. بفاطمة 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 بفاطمة. يا الله بفاطمة 3 مرات. عجل لوليك فرج، عجل لوليك فرج، عجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، واجعلنا من خدامه وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه يا الله. إلهي بفاطمة شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، خصوصا أهلنا في العراق، آمنهم في أوطانهم، لا تسلط عليهم من لا يرحمهم، اجعل أيدي أعدائهم مغلولة إلى أعناقهم، ولا تجعل لأعدائهم عليهم من سبيل يا الله. يا الله مجاهدينا في الحشد الشعبي، اللهم انصرهم بنصرك واعززهم بعزك، وارحم شهداهم، شافي جرحاهم، ومن على أهليهم بالصبر والسلوان يا الله. اللهم اصلح الفاسدين إلا المتصدين لأمور شيعة أمير المؤمنين يا الله. إخواني أخواتي، ما لكم هؤلاء الحاضرين في هذا المجلس، لا تخرجهم من هذا المكان بحق فاطمة إلا بقضاء حوائجهم واستجابة دعائهم وشفاء مرضاهم وإزالة همومهم وكشف كربهم يا الله. كنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، واخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تحرمنا من الخدمة في مجالس الحسين. اللهم أمتنا على حب محمد وآل محمد. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان والشهداء والعلماء وخدمة الحسين. رحم الله من أهدى للجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد 3 بأعلى أصواتكم.